بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ طمنوني عليكم، اخباركم ايه يا حبايبي؟ اهلا بيكم في قناتي بنت العمدة ام يوسف. النهاردة هوريكم عملت 7 اطباق من حاجة بشتريها ب10 جنيه. هوريكم ازاي وهي ايه. يلا بينا نشوف سوا. جبنا الكيس ده فيه ب10 جنيه مكرونة، ب10 جنيه مكرونة رفيعة. جبتها من عند العلاف، كنت بشتري حاجات واتبقت 10 جنيه، قلت له اديني بيها مكرونة صغيرة. في نوع مكرونة رفيع قوي ومعوجة كده زي ما انتوا شايفين. النوع ده جبت ب10 جنيه، يعني هما اقل من نص كيلو شوية. اوريكم هنعملهم ازاي وهيطلع شكلهم ايه، وشوفوا طعمها هيبقى خطير ازاي. اهلا بيكم في قناتي بنت العمدة ام يوسف. اللي ما شرفنيش في قناتي وما اشتركش في قناتي شرفني باشتراكه فيها، وما تنسوش لايك حلو منكم وتعليق جميل منكم للفيديو. يلا بينا نشوف. جبنا حلة حطينا فيها مية على البوتاجاز، استنينا لما المية غليت، حطينا معلقة صغيرة ملح، معلقة ملح صغيرة، وبعدين نزلنا بالمكرونة وسبناها غليت شوية. جبنا كيس فانيليا وفضيناه مع المكرونة، غليت شوية. صبينا اللبن عليها حوالي 2 كوباية لبن، لو ما عندكيش 1 كوباية كفاية، لأن كده كده هي فيها مية المكرونة اللي بتتسلق فيها. وبعد كده جبنا معلقتين نشا، دوبناهم في معلقتين مية من الحنفية ونزلنا بيهم على الحلة وسبناها تغلي شوية. يبقى كده حطينا في الأول مية، استنينا المية غليت، حطينا معلقة صغيرة ملح، بعدين نزلنا بالمكرونة قلبناها، قربت تتسلق، نزلنا عليها باللبن، سبناها شوية، نزلنا بكيس فانيليا ومعلقتين نشا بمية دافية. قبل ما تستوي نطفي عليها، نزلنا عليها بكوباية إلا ربع سكر. ماشي، احنا بنحب الحاجة حلاها مظبوط، يعني مش مسكرة قوي ومش دلع. فهي كوباية إلا ربع على كمية المكرونة دي، يدوب طعمها حلو، يعني زي طعم الرز بلبن كده. ماشي يا حبايبي، سيبناها غليت شوية على النار لحد المكرونة ما استوت تمام. هنطفي عليها، بس باستمرار خليكي واقفة جنبيها وقلبي علشان ما تمسكش في الحلة. اي حاجة باللبن ما تسيبهاش تمسك في الحلة. شايفين شكلها ايه؟ شايفين نفشت وكميتها كترت ازاي في الحلة؟ يعني تقريبا الحلة اتملت. وكل ده يا حبايبي ب10 جنيه. استوت المكرونة وسبناها هديت شوية على البوتاجاز، وبعدين جبنا الأطباق وغرفنا فيها. طبعا في حد من العيال ومش هقول اسمه، ما صبرش لحد ما نصور الأول واحنا لسه على النار شغالين، جاب الطبق وغرف وقعد ياكل، ما استناش حد. يعني انا صحيت الصبح لقيت مفيش عندنا قرص او بقسماط او محدش جاب حاجة من الفرن، فانا قلت خلاص انا هعمل لهم الحاجة المتاحة عندي. فجبت كيس المكرونة ده وعملته باللبن، وطلع احلى فطار واحلى طعم. جربوها واكتبولي في الكومنتات طعمها طلع ايه وشكلها معاكم بقت ازاي. يعني انت لو حاسة ان هي ما فيهاش لبن زيادة، اما تروحي تاكليها سخني اللبن وصب عليها شوية وكلي. حاسة الحلى بتاعها قليل، يعني كمية السكر اللي فيها قليلة، ضيفي معلقة سكر في الطبق بتاعك وكليه. عايزة تسيبيها تبرد شوية ماشي، عايزة تاكليها وهي سخنة ماشي براحتك. بس عامة جربوها. طعم المكرونة باللبن بيفكرني بطعم حاجة كنا بنعملها في البلد اسمها الرشدة. الرشدة دي كنا بنجيب دقيق ونحط في المية ملح ونعجنه، بعدين نفرده بالنشابة، وبعدين نطويها كده رول، نقطعها بالسكين نخرطها زي المخروطة اللي بنشتريها من عند الراجل اللي بتاع الفطير. وبعدين بنغلي مية على البوتاجاز بالملح برضك، وننزل فيها بالرشدة دي ونسويها، ونصب عليها لبن ومعلقة سمنة بلدي، وبعد ما تستوي ونصبها ونسيبها تبرد.
تحط عليها شوية سكر وتاكليها، وفي ناس بتاكلها من غير سكر بس بيبقى طعمها تحفة. المكرونة دي هتديكي نفس الطعم. تمام يا حبايبي، اهو غرفناها في الاطباق وهنسيبها تهدى شوية تحت المروحة، وبعدين قدميها لولادك بألف هنا وشفا. عايزين ننزل فيديوهات تاني عن التوفير وعن الميزانية وعن مصروف البيت. يعني اهو كيس مكرونة ب10 جنيه عمل لنا فطار ل7 أفراد. اللي قايم رايح شغله هياخد له طبق ياكله، اللي قايم رايح امتحانه هياخد طبق ياكله، اللي قايم يشتغل حاجة برضك هيفطر. والله يا بنات هتوفر عليكي كتير، توفر عليك انك تنزلي تشتري فطير ولا قرص ولا كعب الغزال ولا كذا ولا كذا ولا جبنة ولا لانشون او طبق فطار. تمام، شايفين الشكل؟ بس التصوير معلش بعتذر لكم، التصوير مش حلو لاني بصور بايد واحدة وبغرف وبعمل الحاجة بالايد التانية، لان ما كانش حد صحي لسه هيساعدني في التصوير. برضو ابني اللي غرف ان هو ياكل صحي برضك في اخر الفيديو وانا خلاص طفيت عليه. فمعلش بقى التصوير سامحوني لو هو مش واضح عندكم، بس عامة شكلهم وطعمهم طلع تحفة. تمام يا اخواتي، والله وحشتوني من الفيديو اللي فات. عملنا الفيديو اللي فات ويا رب يكون عجبكم، بتاع صينية الرواني، بتاع كيكة الرواني، ويا رب يكون عجبكم. ولو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسوش اللايك والتعليق. سلام عليكم.